عليكم، ازيكم حبايبي غاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دي وراك مخلية كده، جبتها وغسلتها بليمون ودقيق وملح وسكر وقطعتها بالشكل ده. هنحط بقى كوباية زبادي بلدي، معلقتين مستردة، معلقتين كاتشب، معلقة مايونيز كبيرة، معلقة توم كبيرة، فلفل أسمر، بابريكا، بهارات فراخ، توم بودر وبصل بودر، وكمان بهارات الشيش طاووق، وشوية خل محترمين كده وملح. ونقلب بقى كل ده، قولي مثلا خمس معالق خل، ونقلب الخلطة بتاعتنا. خلطة خطيرة، خلطة جميلة جدا، وعصير ليموناية كبيرة. تمام. وهنقلب الفراخ دي ونسيبها بقى تتبل قبلها بيوم، وممكن تتبليها وتحطيها في الفريزر وتطلعيها مثلا في رمضان تعمليها، او ممكن تجهزيها في العصيان بتاعتها وتشيليها كده في العصيان بتاعتها. ممكن تشيليها كده متبلة بس كده. هنا انا قطعت الخضار بتاعي كده، التقطيعة اللي انتوا شفتوها دي، وشلت شوية من الخلطة بتاعة الفراخ بتاعتي علشان هتبل بيها الخضار برضو، وهغطيه متبلاها قبل رمضان ب3 ايام كده. وقلت بقى اطلعها النهارده، طلعتها من بالليل تفك، والخضار ده عملته دلوقتي يعني قبل ما اجهز على طول. وكنت برضو شايله له شويه خلطه من بتاعه الفراخ دي في كيس كده لوحده. ونعمل بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عايزه اقول لكم النهارده هنسويها بطريقه تانية غير الطريقه اللي سويناها بيها المره اللي فاتت، وطريقة سهلة جدا وبطريقة سريعة جدا، علشان احنا طبعا يعني في رمضان بنكون عايزين ننجز وبنكون عايزين نخلص حاجتنا بدري. فهنعملها بقى بالشكل ده. ممكن تحطي بصل وفلفل، وانا حطيت في كل عصاية 3 قطع فراخ والباقي خضار. عايزة اقول لكم ان طعم الخضار يا جماعة كان خطير، وطعم الفراخ كان يجنن، وخطيرة خطيرة خطيرة. لازم تجربوها. لو وصلتي بقى لحد هنا في الفيديو، ما تنسيش تدعميني بلايك وتشيروا الفيديو لاصحابكم وحبايبكم. النهارده بقى هنعمل المشروب بتاعنا تانك. حطيت كيس تانك، وحطيت عليه 5 أو 6 معالق سكر، وحطيت له ميه بقى من ميه ساقعه، ورجيته كويس وحطيته في التلاجة. وكان عندي كمان عصير دوم باللبن. تجيبي بقى جريل على النار، وتحطي فيه وتمسحيها كده بحتة زبدة، وتحطي عليها الفراخ تعمل صدمة كده، وكل شوية تقلبيها لغاية ما تاخد لون حلو، وتحسي ان الخضار بدأ يستوي داخل على سوا، وان الفراخ بتاعتنا خدت لون حلو. تجيبي صينية بقى وترصي فيها الفراخ. عايزة اقولك ان دي اسرع طريقة تسوية للشيش طاووق بصراحة. هتاكلي شيش طاووق ما كلتيهوش في حياتك، خطيرة طبعا. وعملت بقى بقية الكمية، ايوه، ورصيتها كده زي ما انتوا شايفين، بطريقة سهلة جدا وبسيطة. وعايزة اقول لكم ان طعمه والله العظيم يا جماعة خطير خطير خطير، احلى من اللي داخل الفرن من الاول للاخر بصراحة يعني. بعد ما خلصت الكمية كلها، حطيت بقى بقية الزبدة اللي كانت في الطاسة كده على الوش، ودخلتها الفرن تحت الشواية، وولعت من تحت كمان. وبعد ما خرجت عملت لها حتة فحم، وده بيكون شكلها. خرجيها بقى من العصيان، بصوا، خطيرة خطيرة. وعملت جنبها شوية رز بسمتي والعصير بتاعنا. يا رب الفيديو يكون عجبك. لو عجبك